ابتدائي. ان شاء الله النهارده هنحل على الدرس الخامس دراسات اجتماعيه رموز بلدي. السؤال الاول بيقول لي اكمل العبارات الاتيه بما يناسبها من كلمات. 1. العيد القومي لمحافظه نقط يوافق يوم 6 من يوليو. القاهرة. برافو عليك. 2. علم مصر يتخذ شكل مستطيل. برافو يا أحمد. 3. يعبر اللون الأبيض في علم مصر عن السلام. برافو. طيب 4 بيقول لي اللون الذي يوجد بالعلم المصري ويعبر عن الظلم خلال فترات الاستعمار هو هو الاستعمار الاسود. برافو. طيب 5 من مظاهر الاحتفال بالعيد القومي تجميل شوارع وميادين. برافو. شوارع والميادين. الشوارع وايه؟ ميادين. 6 راية تتخذها المحافظة رمز لها. شعار. برافو. الشعار. طيب 7 نسر صلاح الدين في العلم المصري يرمز إلى إيه؟ شعار. ماشي. النسر بيرمز لإيه؟ يرمز القوة. لإيه؟ القوة والشجاعة. القوة إيه؟ الشجاعة. يبقى يرمز إلى القوة الشجاعة. وكمان عراقة إيه؟ الحضارة. عراقة إيه؟ حضارة. طيب 8 مؤلف كلمات النشيد الوطني بلادي بلادي محمد يونس القاضي. برافو يا أحمد. محمد يونس القاضي. امال مين اللي لحنه؟ سيد درويش. برافو يا أحمد. السؤال الثاني بيقول لي ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. 1 اللون الأحمر في العلم المصري يعبر عن الظلم في فترات الاستعمار. غلط. غلط. مين اللي بيعبر عن الظلم؟ الاسود. امال اللي بيعبر عن دماء الشهداء ده ايه؟ احمر. برافو عليك. طيب يرفع العلم على وسائل النقل الدولية مثل الطائرات. صح. برافو. مش انتوا الاثنين واحدة. 3 احترام علمنا واجب وطني لأنه رمز للدولة. صح ولا غلط؟ صح. برافو. طيب أثناء الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة تقام الاحتفالات والمهرجانات. صح ولا غلط؟ صح. برافو. طيب 5 يدل اللون الأبيض في علم مصر على مرحلة النضال ودماء الشهداء. غلط. امال اللون السلام. اللون الابيض بيدل على ايه؟ السلام. على السلام. امال مين اللي بيدل على مرحله النضال والدم؟ الاحمر. ايه؟ الاحمر. برافو عليك. طب 6 النسر الذي يتوسط علم مصر يدل على القوه والشجاعه. صح. برافو. ها يا احمد المحافظ يفتتح عدد من المشروعات اثناء العيد القومي للمحافظه. صح ولا غلط؟ غلط. لا طبعا عباره صح. صح. مش قلنا في العيد القومي بيفتتح عدد من المشروعات عشان تخدم الشباب بتوع المحافظة يقدروا ان هم يشتغلوا كده. صح. 8 يرتبط العيد القومي للمحافظة بحدث تاريخي او ذكرى مهمة. صح طبعا. بدليل ان القاهرة بتحتفل يوم 6 يوليو و6 يوليو ده اليوم او التاريخ اللي وضع فيه جوهر الصقلي حجر الاساس عشان يبني مدينه ايه؟ القاهره. تمام. فمدينه القاهره اتخذت اليوم ده عيد قومي ايه ليها. تمام. 9 لكل محافظه شعار يعبر عن نشاط او جزء من تاريخها. صح. برافو. تحتفل جميع محافظات مصر بعيد قومي واحد. غلط. طبعا لكل محافظه ليها ايه؟ عيد قومي خاص ايه بيها. نيجي للسؤال التالي بيقول لي صوب ما تحته خط. يعني اللي تحته خط ده غلط واحنا ايه هنقول له الصح ايه. 1 مرحله النضال ودماء الشهداء يعبر عنها باللون الابيض. غلط. في العلم المصري غلط. الاحمر. يبقى الابيض ده اقول له ايه؟ الاحمر. 2 يتخذ علم مصر الشكل المربع. المستطيل. طيب الوقوف اثناء تحيه العلم يدل على اهانتنا له. احترامنا ايه له. احترامنا له. طب 4 يرمز النسر في علم مصر الى ضعفها. غلط. قوها. الى ايه؟ قوها اسمها قوتها.
طيب، قام بوضع حجر الاساس لمدينه القاهره القائد صلاح الدين الايوبي. غلط. امال اسمه ايه؟ ها، اسمه ايه؟ اللي حط حجر الاساس يوم 6 يوليو اسمه ايه؟ جوهر الصقلي. جوهر ايه؟ تكلم. لسه قايلاه. 6. العيد القومي لمحافظة القاهرة يوافق يوم 6 من مايو. يوليو. برافو، يوليو. شاطرين، برافو عليكم.